اتحاد الكوره بعد تسريب خبر كهربا بوقف 12 مباراه وانه مش هيلعب ماتش السوبر، لحد ما اشوف رد فعل النادي الاهلي. رد فعل النادي الاهلي كان واضح وصريح، انا مش هلعب ماتش السوبر من غير كهربا. فالشركه الراعيه لما عرفت جت تلطم في مصر، قالت له ازاي ده انا دفعت فلوس وحسبت على المشاريب وفي ملايين هتضيع مني، اتصرف وحل المشكله. فيطلع علينا الكابتن ميدو ويقول لك انا ورا قرارات مجلس اداره نادي الزمالك ان نادي الزمالك ما يلعبش ماتش السوبر لو كهربا لعب، ونوحد الصفوف وننسى الخلافات والقصه الحمضانه ديت. تمام تمام يا عم ميدو. فيروح اتحاد الكوره يقول له بص يا عم الحاج، سيبك بقى من توحيد الصفوف ديت والكلام ده، خليه على جنب شويه. ماتش السوبر ده هيتلعب، ولو الزمالك ما راحش هنبعت بيراميدز يلعب مطرحه، كده كده بيراميدز كان في السوبر مع النادي الاهلي. فبراحتك يا عم الزمالك. اول ما الزمالك سمع قال لك لا استنى، انا اللي هروح العب وهنلعب بالتيشيرت الابيض، وبعد ال 30 تيشيرت وهو زي الفل عشان يتبع عليهم الاعلانات.